بندر طلال السعيد. هلا يا اخوي، هلا ابو حمد. مرحبا. هلا مرحبا بالف. انا جدا محظوظ حبيبي يا سرب. اي والله جدا محظوظ. الله يجزاك خير. الحوار راح يكون جدا جميل باذن الله. المذيع عيمي والضيف بدوي. يا سلام. عيمي بحت قمة الوحدة الوطنية. قمة الوحدة الوطنية يا اخوي. اهلا فيك ابو طلال. يا حبيبي. ابو طلال، ما ادري انت تاجر، انت فنان، قلت لك لا انت شايب ولا انت شباب، جهراوي قح بحت، سلم متأصلة فيك البدوية يا حبيبي. من أسرة جدا معروفة. الله يجزاك خير. يعني مو شوية. يطول بعمرك. الحمد لله. لي قصة مع أبوك قلت لك. وانا واجد تشرفت. انا قلت هاي بداية الخوة اللي بيني وبينك. ان شاء الله يا رب. يطول بعمرك. على كثر ما انا سعيد، لكن هم ستيل انت تدري او شرحت لك قبل بداية البرنامج طريقة البرنامج هذا. الساعة المباركة. البرنامج هذا ما يمثلني، يمثل الآراء الفنية اللي انا اسمعها. نعم. الديوانية، الربع، الشارع، الانستغرام، كل الناس. فانا هني قاعد اليوم امثل اللي اسمعه. ممكن اللي اسمعه مو صحيح. نعم. بس انت من واجبك توضح لي. حاضر. ممكن اللي اسمعه صحيح، وهم لازم توضح لنا. اول شيء نبدي بالسيرة الذاتية. نعم. تفضل. تبي نعطيك اياه من البداية كلش؟ بعرف انت منو، انا اعرف وايد اشياء عنك بس ما اعرف كل شيء، وانا متاكد اللي طالع هم يعرف عنك كل شيء. ايه اهم ما نتوقع. لسبب راح تعرفه مع تسلسل الحديث، راح تعرفه عدل. شوف طويل العمر، انا ان شاء الله ان حالي حالك، مواطن بسيط جدا. حتى لا انا بسيط بطلع انا خلني بسيط. خلني اتكلم. صفة التاجر اللي حضرتك انت وصفتني فيه، هذا حلم طموح شرعي لكل واحد. انا اتمنى اني اوصله. تسلم. صفة التاجر اللي حضرتك وصفتني فيها أنا أتمنى أوصله في يوم من الأيام، وهذا حق مشروع لكل بني آدم. ولكن أنا باختصار شديد جدا جدا جدا، في المرحلة الثانوية كنت نائب رئيس مجلس طلبة الثانوية. في المرحلة الجامعية كنت رئيس أول جمعية لكليتي، كانت كلية العلوم الاجتماعية توها صايرة. شنو دارس بطلال؟ علوم سياسية، آخر دفعة من تجارة واقتصاد وعلوم سياسية، ورئيس أول كلية علوم اجتماعية. أي جامعة بطلال؟ الكويت. حلو. ما حزتها ما كان في جامعات خاصة. لا ما أنت عود. لا في حزتها فعلا، ما كان في جامعات خاصة. ما بطل. ما في داخل الكويت خاصة. داخل الكويت ما في خاصة. احنا أنت حكي على أيامنا حنا داخل الكويت. بعدين يا محفوظ السلامة عملت في شركة سكوب. أيوة، سنة 2003، عسى الله يعطينا وياك طولة العمر. عملنا مجموعة أعمال، كانت مسرحية أطفال. أول مسرحية أطفال 5 عروض في الكويت، اسمها فرح خادم الأمير، سنة 2003 تقريبا أو 2004 إذا ما خانتني الذاكرة. عملنا قناص خيطان مع المرحوم عبد الحسين قناص خيطان صح. تاج مشترك بين سكوب وفنون. عملت مسلسل إذاعي مع المرحوم عبد الحسين عبد الرضا اسمه دار الفلك. تحضير مسلسل الحيالة. تحضير لمسلسل الشريب بزة. ثمن عمري. هذه الأعمال كانت سنة 2003 2004. برنامج مع برنامج منوع، يعني مجموعة كان إشراف، إنتاج، إخراج، كله تقريبا. مع أن أنت ما عندك أي خبرة بالإنتاج الفني حزتها في سنتها. لا يعني أنت كنت خريج علوم سياسية. نعم. أنت أصلا من أسرة سياسية. سلم. فأنت جاي من مكان خلينا نقول سياسة فيه وايد. نعم. بالجانب الفني من وين يا هذا؟ ما كان في البداية شغف مثل ما يقولون. أنا أبي أروح أتعلم، أبي هذا الجانب أترس مخي فيه، لأن مثل ما تفضلت الأسرة ما بين السياسة وما بين الإعلام. حلو. فأبي أشوف هذا الجانب. اشتغلت في خلال 2 تقريبا هاي الأعمال اللي أنا قلت لك عنها. بعدها فتحت مجلة. حلو. أي مجلة؟ وضوح مع ولد عمي حمد السعيد. كان هو رئيس التحرير وأنا نائب رئيس التحرير. بعدين يا محفوظ السلامة سويت أول مهرجان خاص بالشعر فقط، مهرجان فقط للشعر بالكويت. هذا المهرجان خذ عمري.
4 سنين في الكويت و4 سنين في البحرين. واو. اي دعوة 8 سنوات. 8 سنوات دعوة رسمية من جمعية الشعر الشعبي في البحرين، من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في البحرين، لنقل المهرجان هناك. قعدت هناك تقريبا 6 سنين في البحرين، بالإضافة إلى عملي في السفارة الكويتية في البحرين، حزتها اشتغلت هناك. بعدين رديت الكويت سنة 2013، كان آخر برنامج بيني وبين تلفزيون البحرين في عقد طويل المدى، كان برنامج حواري نفس البرنامج اللي احنا مسوينه على أضخم، سوينا منه 4 أجزاء، أنا كنت المخرج. واو. أي حلو. وهناك قدمت برامج إذاعية، أخرجت، منتجت داخل وحدة تلفزيون البحرين، كانت أول مرة أتعلم في المونتاج داخل وحدة تلفزيون البحرين. بعدين سنة 2015 رديت الكويت، سويت أول إنتاج فردي لي، مسرحية كبار ويا الأستاذ سعد الفرج، اسمها طنبور. بعدين كانت فكرتي وتأليف أخوي، وتأليف وإخراج أخوي عبد العزيز صبر، الله يذكره بالخير ونسلم عليه، لأن أنا ما أدري وينه الحين، صار لي سنين ما أدري عنه. اعتقد الدكتور اللي بالمعهد لا الفنون. لا واحد من الأفراد المنضمين للساحة الفنية. اوكي. ايه. بعدين سويت مسرحية ثانية ويا الأستاذ سعد الفرج اسمها البيدار، تأليفي، خذوا النص درسوه في جامعة الكويت في مادة قراءة ونصوص عربي، قراءة ونصوص، وخذت أفضل مسرحية كبار سنة 2016. بعدين سويت مسرحية ثالثة مع أستاذ سعد الفرج اسمها فانتازيا. انت مع استاذ سعد يعني 3 مسرحيات، 3 أعمال متكررة وبعض. حلو. مسرحية فانتازيا كانت ولا زالت أول مسرحية تعرض على مسرح جابر دار الأوبرا، كأول مسرحية كويتية يتم اختيارها في دار الأوبرا تحت رعاية الله يرحمه معالي الشيخ صباح الأحمد الله يرحمه ويغفر له. في هذه الفترة سويت عملين إذاعيين مع إذاعتين، روتانا FM نبض الكويت لسنتين متتاليتين. بعدين وقفت سنة، بعدين نزلت في مسلسل مع أخوي وحبيبي دكتور طارق العلي اسمه آل ديسمبر كوميدي، كان تجينا كورونا، خربطت حسابات كواليس المسلسل. السنة اللي وراها سويت مسلسل ويا أستاذنا داود حسين اسمه بطار. في نفس السنة سويت فيلم اسمه الكيلو 300 مع أستاذ إبراهيم الحربي، طبعا مع المجموعة، يعني نمسي على المجموعة كلها الكامل. لما تقول سويت شنو تقصد؟ أنتجت، ألفت، أشرفت. انزين خلني علي بالنص أكمل لك بس لأنه خلاص بقى جزئية بسيطة. حلو. بعدين الكيلو 300 والأستاذ إبراهيم الحربي. مرورا في هذه الأعمال سوينا مسرحية اسمها الدائرة السادسة مع الأستاذ جمال الردهان. بعدين مسلسل لغز 1990 مع أستاذ عبد الرحمن العقل وإبراهيم الحربي. وبعدين عاد المسلسل اللي تعرفت عليك من خلاله سعيلة بنت عديم مع مجموعة من النجوم على رسم أخوي حمد العماني. هذا أنا عندك. واو هذه فترة خلينا نقول 20 سنة. أي هذا المشوار كامل. شوف أمانة يعني إن أنت بدون توقف، يعني أنت ما تعلمت بالمدرسة الإخراج والكتابة، أنت تعلمتها بالساحة الفنية، الخبرة. بس أنت الخبرة. شوف المدرسة حلوة، نعم، بس من تطلع المدرسة ما يعني أنت اليوم تخلي واحد يتخرج هندسة كهربائية بدون خبرة ميدانية ما راح يعرف ولا شيء، راح يروح الشغل ويتعلم من أول جديد. فأنا من المدرسة هذه، أنا من هالناس اللي أقول يس ترى الجامعة مفيدة، وماستر وبي اتش دي جو أخذ كل هذا، بس لا تحط ببالك إن راح تطلع أنت مخرج ولا مؤلف. لا أتفق معك تماما. أنت راح تقعد وتدرس من أول جديد في الميدان. شوف إذا عشان أأكد على كلامك، أنا أتكلم عن تجربتي أنا الشخصية في مسرحية سويناها اسمها يكافيك شرها، يمكن هذه يا 94 يا 98، لأن أذكرها مع كاس عالم، بس ما أدري متى كاس عالم. هذا كان أول شغل عملي بالنسبة لي، اسمها يكافيك شرها. كشنو؟ كمخرج؟ لا، ككاتب. أقعد الناس على الكراسي. إنتاجنا على فكرة، أوكي، إنتاجنا إحنا. أوكي، ولكن كنت أنا اللي قص تذاكر وقاعد الناس على الكراسي. يا 94 يا 98. بمعنى الواحد اشتغل في الإعلام، أنا أتحكى كخبرة ميدانية، خبرة فقط لا غير، من A to Z، كل شيء فعلا كل شيء، تقديم،
اخراج، تاليف، اشراف، مونتاج، كل شيء. انزين طبعا انا في اشياء ترى نسيتها وانا قاعد اقول لك اياها، لكن يعني ان شاء الله نقولها اذا كان في يسمح وقت. المسيره هذه كلها، نعم. يعني انت قلت توك جزء، انت اشتغلت في السفاره الكويتيه في البحرين. ايه طبعا هذا الحين هذا يرجعك حق العلوم السياسيه. نعم. اللي انت درسته. ايش كثر اشتغلت؟ فتره طويله ولا يعني 3 سنين في وبعدين رديت على بعدين صارت الاحداث مالت البحرين. ايه. انتهت فترة انتدابي، كنت في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، بعدين انتدبت إلى الخارجية، خلصت فترة انتدابي في البحرين، رديت الكويت. صارت مع الأحداث هذه اللي صارت رديت الكويت. وحاليا أنت متفرغ مليون حق الفن. مجال الفن إيه، متقاعد طبي. حلو. بسم الله عليك. أنا عندي خلل في رجلي، واضح للي يشوفني يعني أمشي فيني خلل في رجلي. فهذا من بناء عليه تقاعدت. يعني حادث شيء بطال ولا الولادة؟ من الولادة. جميل. الحين أنا يعني اللي أنت قلته كله جميل جدا. سلمك. بس أنا عندي تساؤل. الحين أهم شيء وخرت سالفة التاجر. لا جايك، ما راح أخليك. لا جايك على هذا. أنا عندي عداوة مع التجار. الحين أقول لك ليش. أنت اللي أنا عرفته فيك وايد إن أنت كاتب. يعني أنا ترى ببالي إن أنت أكثر شيء كاتب، منتج صح بس أنت كاتب. يعني أنت شخص كاتب وعندك قدرة مالية تنتج. يعني مو منتج وكاتب، لا أنا أشوفك أول كاتب وعندك القدرة المالية إنك تنتج أعمال. أتفق وياك، هذا اللي خلاني فعلا أنتج الأعمال، لأن ما لقيت المنتج اللي ياخذ الكتابات اللي أنا أكتبها. جميل. مو لي سوء. إيه. مو لي سوء، لا بس خنا عشان تعرف الصرف. كانت أنا آسف على هذه المقاطعة، ولكن لا لازم أقوله بدون لا أقول اسم المنتج. سنة 2003 أو 2004 أول نص أنا كتبته، لا زال موجود النص إن شاء الله أني بنتجه. هذا المسلسل القصير اللي أمس اتفقت أنا وياك عليه، إنك أنت قلت لك مسلسل رمضان ومسلسل قصير. هذا إن شاء الله المسلسل القصير. اتجهت سنة 2003 أو سنة 2004 إلى واحد من المنتجين، قال لي الرقابة لن تجيز لك هذا النص نظرا لحساسية الموضوع اللي متطرقين له. قلت له طيب إذا أجزته، قال أدش معاك شراكة. قلت له تمام. رحنا أجزنا النص، خلصنا، اتفقنا أنا وياه على الشراكة في هذا النص، اخترنا النجم، تعاقدنا ويا النجم، يوم حسبنا الميزانية لغاية اليوم أنا ما شفته، لأن الرقم يمكن كبير. الرقم كان كبير. نعم. وهذا مو عيب، يعني إن الشخص ما عنده قدرة مالية. مو شرط يكون عنده القدرة. ممكن أنا من وجهة نظري لو كنت أنت منتج فعلا تهتم في أعمالك، تعرف شلون تسترد هذا المبلغ بأضعاف مضاعفة لو كنت أنت مهتم في المشروع كمشروع. لكن إذا بتسوي 6-7 أعمال في وقت واحد، لا ما صعب. أمر طبيعي إنك لن تنتج. طيب الجزء مال الكاتب هذا. نعم. هذا من وين يعني أنا الحين مثلا أنا أعتبر نفسي فنان، بس قل لي اكتب ما راح أعرف، لأن أنا مو هذا فني، مو هني. نعم. شوف أيضا هني عشان يعني إذا تسمح لي دائما بس ترسل معاك بالذاكرة، مع أن مثل ما تفضلت أنا مو لاني كبير ولا نزغي. أنت بالنص. بالنص بالضبط. قاضبها. في البدايات طبعا أكيد قراءات لمجموعة متنوعة جدا من الكتاب. تحب تقرأ؟ طب جدا. بس شوف، من مجلد ميكي لغاية نجيب محفوظ. أوكي. عرفت؟ لغاية مالت هاري بوتر، كيسي رولينج، شيء ما حافظ اسمها، لغاية أغاثا كريستي، لغاية يعني تقرأ كل شيء، أي شيء. هذا الحكي. أوكي. هل هذا بالعمد ولا أنت بس كذي؟ يعني هل أنت عشان تخلي مخك على قولتهم فروتفول يعني في كل شيء؟ لا هذا كان اطلاعي وانا صغير بالتعش. هذا الحكي بالتعش. حلو. قبل حتى لا أدش مرحلة 20 بالتعش. بعدين يا محفوظ السلامة صار أول تجربة عملية في تعديل النص أنا للحين أذكرها، بهباش، مسلسل بهباش. حلو. جانا النص، قدمناه
طبعا قلت لك هذه عاد الفترات المتقطعة اللي رايح راد على سكوب، ما كنت أعمل فيها بشكل رسمي. قدمناه حق واحد من الفنانين، رفض، طلب تعديلات بالنص. صارت أول تجربة عملية في إني أنا بعدل النص. أخذت الورق عاد مكتوب ورق إيد، هزتها على طباع ولا شيء. أنت حكي عن أبو هباش. بس أبو طلال أبوي الكتابة مو لها أسس. اي في فترتها قعدنا مع مجموعة من الكتاب، أذكر أنا ويا متفجر ومجموعة من الكتاب، واتفقنا على طريقة إعادة كتابة النص. لها أذكرها والله كني قاعد أشوفك صغير ساكت قاعد بروحي، كنت قاعد تتعلم هني. أسمع أوكي. أسمع شوف شو الطريقة. بعدين بلشنا بلشت هي تعيد كتابة النص، وشوف الطريقة شوف الطريقة لغاية ما تأسسنا. بعدين عاد مرت السنين، راحت سنين، مرت سنين، كتبت مقالات في جريدة الشرق القطرية، كتبت في مصر مقالات. الموضوع تدرج. أيوه. أوكي. وبعدين ومن ثم جت مسرحية البيدار. تحضير حق مسرحية البيدار كنا قاعدين أنا ويا أبو بدر في كواليس أول مسرحية. أبو بدر أنت يا أبو بدر سعد الفرج. إيه. كنا قاعدين أنا وياه في كواليس مسرحية الطنبور. إيه. في حفل تكريم كنا مسوينه حق أعضاء مسرحية الطنبور. فقلت له ها شلون السيزن الجاي نبي ننزل؟ قال شنو الفكرة اللي عندك؟ قلت له اللي عندي فكرة مسرح تراثي سياسي عن كيفية إنشاء الأحزاب السياسية في الكويت والتواجد اليهودي في الكويت. قال بندر منو بيكتب هالنص؟ قلت له والله ما أدري، خلنا نشوف. قال زين أوكي اكتب، أنا ما عندي مانع بالنسبة للحبكة، ما عندي مانع، لكن اكتب خلي النص جاهز وتعال معي وخلني أقرأ وبعدين أعطيك الموافقة النهائية. قلت له تمام، تم يا أبو بدر. دورت كاتب، عرضت عليه الفكرة، البداية الوسط النهاية، دورت ما قدرت، ما لقيت. بديت أكتب النص، عرفت أن الأمور تمام. والدليل أن عقبها الحمد لله عقب ما خلصنا قلت لك خذوا النص المسرحي نفسه درسوه في جامعة الكويت، مادة قراءة ونصوص. إذا أنت قلت الحين وأنت قاعد تسولف عن النصوص، قلت البداية والبادي اللي هو شنو أنت قلت؟ البداية وشنو؟ الوسط اللي هو البادي. ايه. أنا هذا على أساس بس لا تشطي لا ينام. نعم. إيه. روح داخل. إيه. البداية الوسط والنهاية. نعم. هل في كتاب تبتدي بالنهاية ولا هذه حبكة درامية راجعة للمخرج؟ لا هذه الحبكة. شوف المفترض مو الحبكة، طريقة مو حبكة يعني طريقة شلون تبي تحول هذا الورق إلى صورة. هذا المفترض فكرة مؤلف شلون يبي تناول القصة، طريقة تناوله للقصة. هل يبيها بداية نص نهاية، نبدي من النص نوصل إلى نبدي من النهاية نوصل إلى النص ونروح للبداية في آخر شيء. هذه تقنية مؤلف. إيه لأن هذا مؤلف شلون يبي يكتب النص بفنيات معينة يفرد عضلاته من خلالها. لأن في فترة صار في هبة ألا وهي بالأفلام قاموا يبلشون وايد من النهاية. أوكي. ورد يعيد وان ترنتينو غيره وايد. عرفتي وايد. فهذه أنا كنت وايد أتساءل هل هذه لها يعني هذه للمخرج ولا للمؤلف ولا الاثنين؟ الاثنين. ممكن أنا وياك نتفق. نفس الآن مثلا مسلسل رمضان القادم مثلا على سبيل المثال، أقعد أنا مع المؤلف أعطيه اللاين البسيط اللي من خلاله أقعد أنا ويا المخرج أعطيه اللاين البسيط اللي من خلاله أبي أنزل في العمل. الآن شلون تبي تقدم القصة؟ شنو الفكرة الفنية الجميلة الجديدة اللي تبي من خلالها تقدم القصة؟ من وين تبدي الحدث؟ من وين بتخلص المسلسل؟ هذه أشياء أنا بالنسبة لي، أنا ما أدري عن غيري، أنا بالنسبة لي واجد أقعد مع المخرج قعدات تحضير عمل. مدير التصوير لازم أقعد معه قعدات تحضير عمل بعد كتابة أول 3 حلقات. المخرج المنفذ يمكن أيضا نمسيه بالخير أخونا علي جاسم، يمكن ليش إنه من 2015 أنا وياه قاعدين نشتغل واجد، نقعد ويا بعض نحضر إلين نوصل إلى الحبكة اللي حضرتك تفضلت فيها. شلون تبي تناول القصة؟ شنو الطريقة الفنية الجديدة اللي بتقدم من خلالها قصتك؟ في أفكار واجد لتقديم القصة، مو شرط من النهاية على فكرة. إنزين
اذا انا بقول شو اللي يفرق طلال السعيد عفوا بندر طلال السعيد عن اي مؤلف ثاني او اي منتج ثاني، اعمالك الخاصه فيك. اذا انا بقول والله انت تفتخر في شيء معين، ما ادري شنو يعني شنو انت شنو غير عن فلان 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 فلان. شوف هني خلني اجاوب سياستك. اجاوب شقين. انا شنو افرق؟ انا ما اقدر اقول، هذا الناس هي اللي تقول. ان كنت عاجب الناس وانا لا اعلم فعلا اذا كنت الاعمال اللي اقدمها تعجب الناس او فقط عجبتني انا او كذا، هذا الشق الاول. وطلال انت اكثر واحد ينتقد اعمالك. اكيد هذا امر طبيعي، امر طبيعي. الشق الثاني شوف دائما احاول اني ادور الجديد من خلال الفكره، احاول اني ما ابخل ماديا، ولكن طبعا اكيد في لنا حدود في الصرف على العمل. احاول اني اكون متواجد في كل جوانب العمل، ايضا اتعلم من الكل يعني اذا الله قسم السنه الجايه اذا اشتغلنا ان شاء الله قسم لنا واشتغلنا ويا بعض، تلقاني قاعد مجاب لك اسمع منك واجد، احاول اني اتعلم منك، احاول اني اتعلم. احب اني افعل دوري في المسلسل. انا دوري مو بس مؤلف او منتج، انا مشرف عام يعني كل قطاعات المسلسل انت المفترض انك تكون مطلع عليها والمفترض انك موجهه للطريق الصحيح. ان شاء الله اني اكون ناجح في هذا. المنتج اكثر شخص يتكلم بالفلوس، بالصرف وبالايرادات. صحيح. احنا تعودنا في كل الاعمال في كلمه نسمعها وتلوع كبدنا من يقولونها، كل ما قلنا قالوا شنو؟ بادجت. بادجت. افزع معي ساعدني. اي فانا الفكره ان انت تعود. هل ما ادري انا هل صارت هي يعني مثلا لما تيجي حق اعمال في هوليوود 80 مليون دولار واحد من الافلام، كنت قاعد اطالع المخرج فهو المخرج قاعد يقول وي هاد ليميتد بادجت، فانا قاعد اطالع الرقم 80 مليون ليميتد منو؟ فهذا معناته ان مهما كانت الميزانيه عاليه راح تصعد معاها ريكوايرمنتس او احتياجات العمل. فموضوع المنتج هذا ما راح يخلص اتوقع، لكن هم في منتجين تصرف وفي منتجين وايد قاضبين. نعم اتفق وياك تماما. وهني خلني شوي ادافع عن المنتجين. لا يعني انا بعرف ليش. عشان اقول لك ليش لازم اكون انا مدافع عن المنتجين. نجي من وين انت بتجيب الايراد للعمل؟ من خلال الان العمل التلفزيوني، من خلال البيع على القنوات على المنصات، تقريبا هذا ايرادك الوحيد. اذا كان عندك التسعيره لبيع العمل كل مالها بالنسبه للقنوات الخليجيه قاعد تنزل. في نزول يعني. في نزول. نعم يعني او على الاقل خلينا نتكلم انا من فترتي انا من بلشت انا انتج تلفزيوني. اذا كان كل مالها تنزل، فبالتالي شلون انا ابي اعلي البادجت مال الاعمال؟ ما عدا عمل 2 3 4 يكون انتاج مباشر من القنوات، والمنتج يكون مشرف على العمل، مش منتج منفذ مشرف. هني ترصد له ميزانية عالية ويقدم العمل من خلال هذه الميزانية اللي رصدت هذا العمل. يعني محكوم في البيع. أقل عمل سويته ميزانيته سواء مسلسل أو فيلم؟ وقاعد أتذكر لك والله 100,000. لا 50,000. لا 10,000. لا 250,000 أقل شيء. هذا أقل. 250,000 دينار أقل عمل سويته. أقل عمل أنا انتجت. أعلى عمل 350,000. 350,000 تقريبا يعني قاعد أجيب لك الأرقام تقريبا. طيب الحين هذا اللي 250 350,000 لما ينباع يطلع أكثر. أنتوا حظك أعمال تخسر أعمال تربح. أنا عندي أعمال خسرت أعمال ربحت على طول هالمشوار. أنا أتحاكى من أيام الأعمال المسرحية لغاية آخر عمل تلفزيوني. في أعمال تخسر خسارة شايدة، في أعمال تربح ربح وافر. لا بس إنه عاد لازم تكون تعرف أنت شلون توازن خسارتك لا تصير واجد وربحك عليك بألف عافية. حلو. الأعمال الفنية بالذات اللي الحين المرئية خلينا نقول فيها على قولتهم أطراف عديدة فنية. إذا اكتملت هذه الأطراف راح يصير عمل فني رائع. مثلا واحد منها صورة، واحد منها صوت، واحد منها بلوكينج أو موفمنت أو حركة، واحد منها ومهم جدا الارت دايركشن.
طبعا اللي هو الملابس، الديكور، الالوان، ال عشان شي يقولون هناك مثلث ذهبي اللي هو المخرج اللي ذكرته حضرتك اكثر من مثلث. اي بس احنا نقول هي دائره كامله. اي نقول مثلا اللي هم يسمونه المثلث اللي هو مخرج دي او بي مدير الاضاءه مع الارت دايركتور. هذول الثلاثه تندرج تحتهم الباجي اللي قلناهم كلهم. ساوند ديزاين انا دائما اقول يعني في مجتمعنا هني في الوطن العربي ما اشوف اهميته مثل برا الساوند ديزاين حال الاضاءه. يعني شلون انت تهتم بالاضاءه هني، برا موضوع الساوند ديزاين اكتشفت انه واو مهتمين فيه بطريقه يعني نفس ما انت مهتم بالمخرج تبي ترنتينو، هم نفس الشيء يروحون حق الساوند انجينير فلان الفلاني. واحنا دائما مشاهدين ما حد يسال منو سوى ساوند انجينيرنج، منو سوى الصوت، منو سوى مش عارف ايش، لكن يسالون باي كاميرا صوره، منو دي او بي، منو المخرج. لكن الساوند انجينير هني بالميدل ايست انا قاعد اشوفها ما يذكر. هل هذا هني بالكويت؟ يعني انا متاكد يس، بس انا ستيل لازم اسال السؤال ليش، وهل هالكلام صحيح او مو صحيح؟ شوف احنا هني على قولتك الساوند ديزاينر يندرج تحت الموسيقى التصويريه للمسلسل، مقدمه نهايه، ساوند افكت المسلسل، المكساج بس عشان نشرح حق العالم، المكساج عمليه تنظيف الصوت. لما انا اتكلم مايكي ينفتح انت مايكك يتسكر والعكس الصحيح. هني انت تتفق مع استديو كامل متكامل لاخذ، انا اتكلم عن الشغل في الكويت، اللي اخذ الجمل بما حمل، وهو يقسم الشغل حسب ما هو يشوف طريقته. اما يخلي واحد متخصص يدرج اكثر من عمل من مهنه في هذا الموضوع لواحد معين او اكثر من واحد، ما ادري. الله وفقنا العام ويا استاذ محمد الزنكوي وفيصل، دكتور محمد الزنكوي وفيصل، لكن دكتور محمد ما اشتغل بروحه، كان مع استاذ عبد الله مبارك مثلا. اذا كنا هنا عاد شوي واجد فريق نحدد اشخاص، وايضا الفريق اللي تحته. السنه الجايه باذن الله ايضا يعني المفترض ان نتفق مع جهه من الجهات اللي تولي هذه المسؤوليه. هم شنو طريقه شغلهم انا لا اعلم بالضبط، لكن في ناس تاخذ العمل كله من خلال شخص واحد، وفي ناس تقسم العمل لاكثر. طيب انت مهتم موضوع الصوت مثل ما انت مهتم فيه مع المخرج؟ جدا لازم يضيع طلال جد والله يضيع شغل كله. يعني لا انت تدقق موضوع الصوت والكواليتي والساوند انجينير كله والساوند افكتس مثل ما تهتم منو المخرج ومنو الدي او بي. نعم لازم على الاقل اللي يشتغل معي كله تجربه زاد ان انا يعني انا مثلا على سبيل المثال ايضا قلت لك هنا واجد داشين في تخصص، ما ادري ان كان يهم الناس ولا ما يهم الناس، لكن اخونا حسين الفيلتشاوي مثلا على سبيل المثال انا 3 أعمال او 4 أعمال مشتغل وياه. ليش؟ ادري ان الولد امين، يطلع لي الصوت باعلى جوده باعلى نقاوه، ما يضيع لك الصوت. ما هو في النهايه اذا انت ما تهتم في هالتفاصيل، خل نختصر على الناس، اذا انت ما راح تهتم في هذه التفاصيل تحديدا راح تعتبر اخطاء هندسيه يرفض عملك من خلال القنوات. حلو. بيطيح بكبدك بالكويتي الفصيح. بيطيح هذا العمل بكبدك. لازم انك لازم تهتم سواء لمصلحتك الشخصيه او لمصلحه العمل. يبقى تبي تبدع، تروح تحاول تلقى الافضل. قلت لي سويت مسلسل وايد عجبتني الصوره، كان اشوف هالفيلم الفلاني بالخليج حسيت ان انا ما سويت شيء، يعني غبطت وانا نفسك انا ترى انا اقول لك لما اشوف كذي انا عليهم بالعافيه السعوديه وعليهم بالعافيه مصر، بس انا مو من حقي ان انا اسم ديرتي هم ينصف وياهم. زين هني خلني اخذ جزء من كلامك اللي انت قلت لي قلت لي انا احتريت. لا يعني انا ابي كذي واحسن. ابو حمد بس اوضح لك، هني خلنا اخذ جزء من كلامك احنا قلنا يعني مو اليوم امس سولف حلو انك انت تلاقيت مع هذا المنتج بدون تحديد اسم العمل. بالصدفه سبحان الله. الله يعطيه الصحه. انا شي قلت وينك يا طلال، وقال لك الارقام ارقام خياليه. طيب عطني نفس الارقام. 15 مليون بدون دولار. يعني قلت لك بدون لا نحدد. انت لا هو قال لي 15 مليون دولار صارفين. عطني مثل هذه الارقام، عطني نص هذه الارقام، وذيك الساعه انا عندي استعداد اني اصرف على العمل واطلع لك في افضل صوره. الكويت ليش متفوقه استاذ؟ خلنا نضرب مثلا على المسرح. حلو. مثلا على سبيل المثال الكويت سنويا كم عمل مسرحي ينزل فيها؟ وايد. صح؟ وايد. اوكي. مسرح وايد.
ممكن اسالك سؤال وصادق وكن صادق معاي في الاجابه؟ طبعا. كم دار عرض مسرحي موجوده في الكويت؟ ما ادري وايد. 0. ها؟ هل تعلم هذا الشيء؟ 0. هل تعلم ان كل ما فهمت. لحظه كم دار عرض مسرحي موجوده في الكويت؟ مسارح يعني؟ مسارح وايد. 0. شلون؟ هل تعلم بان كل المسارح الحكوميه حاليا صار لها 3 سنين لا تستقبل اي عمل تجاري للعرض للجمهور، ما عدا مسرح عبد الحسين عبد الرضا في السالميه وخالد مظفر مسيكين، علشان يعرض على هذا المسرح يدفع مبلغ وقدره لتأمين القدر المستطاع من وسائل الأمان، لأن في مطافي تصريح مطافي يدفع فوق العرض مبلغ وقدره علشان يعطونه، لغاية ما الولد زهق راح خذ مسرح عبارة عن سينما اللي هو مسرح جمعية شر. اسمه مسكر. كيف أنا مسكر؟ خلنا أختصر عليك. لا أنا لحظة أنا ما فهمت. أنا ما فهمت. خلنا بقول لك صبر عشان بوصل لك. أنت قلت ماكو مسارح. ما في دار ولا دار عرض، في أعمال مسرحية واجد تعرض. أنا وين يعني عرضها؟ ما هذا اللي قاعد أقول لك، اسمع مني للآخر. شوف مسرح كيفان مسكر، اسمه مسكر، الشامية مسكر، عبد الحسين مسكر، في المسرح الخامس عبد العزيز حسين بمشرف، هذا يشيل 150 كرسي، وأصلا كان قاعة محاضرات، إذن هو لا يصلح للعرض التجاري. شبابنا المسرحيين اللي ينتجون أعمال مسرحية سنوية يا يأخذون صالات نوادي، يا كانت يأخذون صالات تنمية، يا يدورون أي قاعة من القاعات علشان يسوون مسرح. بعد ما يسوون مسرح 4 أيام 5 أيام 6 أيام شيل المسرح قفله حطه في المخازن. من يسوي كذي على مستوى دول الخليج؟ وين الإبداع اللي أنت تتطلبه من منتجين المسرح مثلا على سبيل المثال إذا كان هذا وضعهم؟ طيب هذا من يسويها؟ منو اللي مر في هذه الظروف؟ منو اللي دائما يسوي هذا؟ شبابك هني بالكويت ما في أي دعم. خلينا نتكلم بصراحة، أنا أتحكى من الجانب المسرحي، ما في أي دعم. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع الأسف يعني، وأنا آسف جدا على هذا الكلام، أنا من الناس اللي تقدمت لهم مشروع إعادة صيانة ال4 مسارح على حساب القطاع الخاص، بناء على رؤية الكويت 2030 الصادرة من القيادة العليا، إشراك القطاع الخاص مع القطاع الحكومي. قدمت لهم كتاب لإعادة صيانة ال4 مسارح وارجاعها للدولة، مو أنا استثمرها، مو تصير ملوت بندر، نسوي لها إعادة صيانة ونرجعها لكم ونزلوها حق الناس، خلها الترزق الله. قعدت ودكتور محمد الجسار إذا هو يشوفنا إن شاء الله نسلم عليه، اللي هو الأمين العام، هذا أنا قعدت وياه والدراسة موجودة في مكتبه، لليوم ما حد رد عليه. شيء محسن بصراحة. هذا سوقك اللي هذا الواقع. هذا لازم تعرفه. وانا قاعد اكلمك على فكره ترى بي صريح. لا بالعكس انا ودي اشوف. انا يعني عندنا اسئله وايد اليوم، لا قاعد اخفي عنك ولا شيء. يعني اذا بتقول لي انا بنتج اول مره بقول لك تحتاج علاقات فولاذيه في السوق الخليجي عشان تنتج. زين ابو طلال، صرفت على عمل 250,000. نعم. وأرجو تكون شفاف جدا في الإجابة بإذن الله إذا يصير إن شاء الله. قول لي نسبة وتناسب. نعم. إيش كثر 70-60%؟ إيش كثر ينصرف على الكاست ممثلين، وإيش كثر ينصرف على الفنيات؟ دائما 50-50. أنا كل اللي كلمتهم يقولون لا. تدري ليش؟ خلنا أقول لك ليش اللي يعني عشان تتوضح لي. يقال أن مسلسل من المسلسلات كلف $1,000,000، 700,000 دينار ممثلين، 300,000 دينار تصوير وإضاءة وأثاث وميك اب وإلى آخره. لا مو صح. أنا أتحكي عن تجربتي الشخصية، لا أعلم عن تجربة غيري. لا أعلم عن تجربة غيري. دائما 50-50 منطقية. بس أنا الأرقام اللي سمعتها شككتني بصراحة. أتمنى العمل القادم إذا الله أعطانا وياك عمر 60-40 للعوامل الفنية، منها الارت دايركشن وحضرتك. الصورة الناس تعتقد كاميرا وعدسة. لا طبعا في ناس ثانية تعتقد كاميرا وعدسة وليت. يا ليت عرفت يا ليت. لكن أنا اللي درسته وعرفته ومارسته أن الصورة كاميرا وعدسة ولمبة على قولتهم وديكور وأثاث
وميك اب وتناسق الوان ووقف هني ولا هني، ومونتاج وجرافيكس، قصة كبيرة طبعاً. قصة كبيرة عشان طبعاً. أنت تشوف لقطة جميلة حلوة على قولتهم لطيفة 5 ثواني. لا أنا يعني في ربعي اللي ما يعرفون بالموضوع هذا نعم يعلقون ساعات على الانستغرام مش عارف ايش. صحيح. هذه الصورة حلوة، قلت رجاء لا أحد يقول لي هالكلمة، أقول لي صورة مكلفة. نعم ايش دعوة؟ قلت أنت حسبالك هي كاميرا وعدسة. أقول له أنت تدري هذه القنفة لازم تسويها وتنقيها مش عارف ايش، وهذه الطوفة وهذه الأرضية والسقف لازم كذي ولازم على يسارك كذي وعليه. فهذه الصورة اللي شفت الصورة هذه اللي واقفة صورة هذه مكلفة 5-6 آلاف دينار مثلا. فأنا دائما أقول لهم الصورة مكلفة جدا عشان تطلع صورة تدفع فلوس وايد. في مسلسل توني قاعد أطالع نعم أعجبت فيه عشان صورته تصدق اللي أمس ورتني. لا مسلسل هدى حسين زوجة واحدة لا تكفي. لا تو جديد بلبنان اوكي عرفت البيت الملعون. بيت الملعون الجرافيكس اللي فيه مو واو، حلو زين وايد حلو بس مو واو. ما شفته انا شفت يعني شفت انا تابعت الحين 4 حلقات. شفت الدعاية. صورة جدا جدا جميلة، مهتمين بتفاصيل الصورة، الديكور، الالوان، الاضاءة، استل اطالع بنفس اللحظة مسلسلات تنزل عندنا بالكويت مع كل احترامي للكل طبعا في فرق. زين ليش الفرق؟ عرفت يعني انا ما احب اكون من الناس اللي قاعده بالمكان اللي بس تصيح وتشتكي، ما احب انا مو هذه الشخصيه اللي الله يجزاك خير. انت وصلت حق اللي انا ناطرك، عسى ربي يحفظك تخلص واقوله. بدال لا نشتكي خلنا نشتغل ما علينا بتجارب الغير. هو في النهايه سوق، اذا القنوات لم تنصفك الجمهور بينصفك. صحيح اوكي بعد توفيق رب العالمين طبعا، هذا الامر كله بعد توفيق رب العالمين. اذا القنوات ما انصفتك جمهورك راح ينصفك، راح يروح حق العمل اللي فعلا متعوب عليه، والجمهور تاكد يقدر ويلفظ العمل المسيء له، تاكد. وطبعا نمسي على استاذه هدى حسين بالخير، على بارك لها مسلسل البيت الملعون، هي وكل الطاقم وايد عجبني، بارك لها اكيد. شنو امكانيه ان المنتج يصير فنان؟ منتج يصير فنان من داخل يهتم بالتفاصيل. يعني معظم المنتجين اللي انا اشوفهم يعني اللي اعرفهم لا يكلف وايد، لا انزين راح يسوي صوره احلى، انزين راح يسوي لا راح يزيد الميزانيه، ما نقدر مشوا باللي عندكم. شوف هني ايضا مو المشكله، يعني ايضا انا ما ابي اطعن بالغير، لكن انا خليني بقول لك انا اتكلم على يعني لا شيء بشكل عام. خلني بس عشان اشرح لك الفكره بشكل كامل. انا هني ما ابي اظلم الغير، لكن هو فعلا لما يفكر مثلا يفكر الحين انا قلت لك الرقم اقل واحد 250,000 دينار. اذا انا القنوات تعطيني 100,000 دينار، طيب ال 150,000 دينار هذه من وين بجيبها؟ فانا لما اقعد وياك فعلا انا افكر في ال 150,000 دينار هذه وين اجيبها. طيب ابيع على تلفزيون 1000 عرض اول، وابيع على تلفزيون باء عرض ثاني، بس العرض الثاني اذا العرض الاول 100,000 دينار العرض الثاني اكيد 50,000 دينار مثلا. انا قاعد اضرب لك حلو جزافي 150,000 دينار. اذا انا للحين عندي هم 100,000 دينار. زين 100,000 دينار من وين بطلعها؟ بعد العرض الثاني برمضان، بعد رمضان عفوا عروض رمضان. هني في كالكوليتر شغال داخل، من وين بجيب هذه الفلوس كلها؟ لكن عطني جهة تبناني مثلا، على سبيل المثال عطني جهة تبنى تلفزيون محطة خاصة محطة حكومية كذا، تبناني وتفتح لي وتعطيني ميزانية. المنصات ما ساعدتك في الموضوع هذا؟ لا. طيب قبل ما في منصات؟ لا دفعة أقل من القنوات الفضائية، ويكذب كذاب شديد من يقول لك أكثر، ما عدا ممكن عمل واحد أو عملين يعرضون بشكل حصري ودائم في هذه المنصة. صحيح. إيه لكن قصدي أنا إنه يشتري منك في مبلغ عالي، لا يكذب اللي يقول لك هالشيء. مو مبلغ عالي، أنا قصدي قبل ما في منصات، الحين غير التلفزيونات صار في منصات، هذا ما ساعد المنتج من خلال الناحية المالية زيادة فلوس بس مو بالمبالغ العالية اللي حضرتك في بالك. أنا مو في بالي مبالغ عالية. لا ما أتكلم في بالك تحديدا، أنا أتكلم في بال أي متابع. أيوة. أي متابع يشوفنا. الآن أنا قاعد أتكلمك على أساس إنك أدري، بس قصدي أنا الحين مثلا قبل في تلفزيونات. نعم. دولة الكويت، دولة قطر، دولة مثلا البحر اللي يكون. نعم. دول الخليج. الحين زاد فوق دول الخليج منصات.
هذه ما زادت مدخول المنتج. لا، من خلال العرض المشترك لا، من خلال العرض الخاص العرض الحصري ممكن. لكن العرض المشترك بمعنى أبيع على المنصة ألف وباء وسين في نفس الوقت، هذا عرض أول ثاني ثالث، المبلغ نازل. أبيع لك بشكل حصري ما يعرض حتى فضائي، المبلغ عالي. نتفليكس ما ساعدت يعني وجود نتفليكس؟ تعاملت وياهم في فيلم واحد بعته المبلغ معقول، يعني أكثر من كذي، بس بعته عرض متوفر. حلو. فيلم من إنتاجي وتأليفي على نتفليكس كيلو 300. حلو. التعامل مع المنصات الكبيرة مثل نتفليكس صعب انك تبيع عليهم ولا سهل؟ الاثنين. ممكن يصير صعب ممكن يصير سهل. ايه. حلو. هل توصل الارقام بالملايين؟ معاي ما صارت. مع غيرك اللي سمعته؟ لا اعلم. يعني مثلا يعني انا متاكد انتاجات نتفليكس بالملايين. لا اعلم جد. لا هو موجود ارقام. ما ادري. أنا لا انا مو قاعد اقول لك اتهرب من الاجابه. لا فعلا ما ادري. اوكي. نتفليكس انتاجاتها الخاصه 30 و50 و100 مليون ما ادري، يعني لان افلامها مثل افلام هوليوود ونفس الانتاج. بس هذا اللي برا اللي برا انتاجات المحليه اللي عندنا خلينا نقول اللي برا العربي. اللي برا انت اللي تفضلت فيه هذا بديهي. صح، بديهي، شيء امر طبيعي. ساندرا بولك ما راح تاخذ على بيرد بوكس 50 دينار. شايب شوف يعني ساندرا بولك عيزت مسكينه. زين المهم ما راح تاخذ على بيرد بوكس، صح اسم الفيلم، 50 دينار صح. شيء طبيعي. ولا بتاخذ عليه عرفت 50 دينار ومسلسل رمضاني او قطع وياها. لا طبيعي. كم يدفعون بالخليج فعلا لا اعلم. شنو الاعمال اللي يعني اعرف الاعمال اللي انتجت اعرفها، كم صرف عليها لا تسالني، فعلا ما ادري. بس اكثر من الميزانيات اللي انتم تعطونها بديهيا من اللي تشوفه انت. اتوقع اتوقع يعني ما اعتقد اعمالهم راح تكون اقل. والله لو اني كنت اعلم كان قلت لك وفصلت لك، ولا فيها تحرج السالفه، بالعكس هي رزقه وعليه عليهم بالعافيه كل اللي اشتغلوا سواء مع النتفليكس او باقي المنصات. في مثل احبه وايد يقول everybody wants to go to heaven. الكل بيروح الجنه وده، بس nobody wants to die. اكيد. بس ما تبي تموت، وانت ما راح تروح الجنه اذا ما مت. ما في باص يودي الجنه، لازم تموت. المقصد من هذا المثل الجنه ما يبي لها موت، الجنه يبي لها شغل اخوي. لا قصدي شغل النقله من حياه الى حياه هذه ما بعد الاخره فيها مرحله اللي اسمها الموت. طبعا بيد الشر عنك طبعا عن السامع. ما هو شر، حق. هذا حق، هذا درب كلنا ماشيينه. انا شنو اقصد من سؤالي هذا كله؟ المثل وايد ينطبق على اعمال موجوده، اللي هو لما تقعد تسولف مع شخص ويتكلم يعني هذا راح يسوي احسن عمل بالدنيا، او هذا الرجل مثالي فنيا. نعم. اخلاقه الفنيه عاليه جدا، يصطدم بالواقع يلقى اشياء ثانيه. فلما يجي لتنفيذه، فانا في ناس اعرفهم اصدقائي. نعم. من هذا الناس، فلما اقعد وياه بروحنا اقول له انت في المقابله الفلانيه او في القعده الفلانيه او في الديوانيه الفلانيه انت تتكلم يعني قلت كذي، بس ارض الواقع انا شفتك بعيني ما تسوي كذي. عشان كذي انا لما قعدت وياك امس تحديدا وطلبت مني طلب معين كان على اساس انه يبقى ويانا طلبت مني معده معينه تكون معنا 60 يوم. قلت لك ما اقدر، لان انا عارف الواقع. عارف الواقع. يعني انت كنت امس تتكلم وانا الكالكوليتر شغال بمخي هذا اقدر عليه، هذا ما راح يصير، لا قص عليه. فمن الاخر خلني واضح وياك. بندر طلال السعيد 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات، اذا الله اعطانا عمر يا رب. وينك؟ جد اكلمك والله مو معقوله انت مو مخطط حق شيء، يعني مو معقوله ما في امال ببالك. كمل هالمجال بس. شنو وين تشوف نفسك؟ مكمل في هالمجال، انا مستمتع. شوف انا هاوي بعقليه محترف. حلو. او محترف بشخصيه هاوي، بعمل هاوي. استاذ انا ما انتج عمل لاني لازم اكون موجود في رمضان كل سنه. انا تعجبني الفكره، اتحمس لها، انتجها. بس سواء كانت من كتابتي او من كتابه غيري. على فكره يعني انا انتجت عملين من كتابه غيري، اللي هو مسرحيه طنبور ومسلسل اذاعي اسمه عصابه مرعوب، والان في الطريق الى انتاج فيلم من كتابه، بدون لا اعلن عنه، فيلم من كتابه غيري. اوكي. اتحمس للفكره اشتغلها، ما عندي مشكله. مو معقوله ما عندك امال مستقبليه؟
مستحيل. ما عندك نظره مستقبليه يعني. اسال الله الستر والعافيه يعني. هذا لا اقصد يعني هل تفكر مثلا والله يصير عندك استوديو مثلا؟ هل تفكر مثلا تسوي افلام اضخم من اللي انت قاعد تسويها الحين؟ هل والله انا شفت شيء معين؟ اتمنى طبعا، طبيعي ان ارتفع، ان يكون الموضوع افضل، هذا امر طبيعي، بس مو مخطط له. لا ممكن في يوم من الايام اسكر اغراضي واقعد في البيت واقعد اقرا لي كتاب وصلى الله وسلم وبارك عادي. قلت لك لاني هاوي. في ناس ذكرتني بمقوله ما ادري وين قريتها. في ناس تستمتع في الجيرني، في المسيره. يعني انا وين رايح ماني متاكد، بس انا حاس رايح مكان زين، بس انا الحين مو مفكر وين رايح. انا مستانس في المسيره اللي انا ماشي فيها. بالضبط. انا الان قاعد اشتغل في العمل الفني. ليش اقول لك في عقليه الهاوي بيروح المحترف، او الكلام اللي قلناه مساء. فعلا انا مو مخطط. اصبحت من 4 سنين قاعد انتج العمل اللي اتحمس له، فقط لا غير. بتجيني تقولي بندر عندي فكره، بسمعك. والله عندي فكره بطلع مثلا بسمعك، بس نص تصويرها بلوس انجلوس مثلا. بسمعك صل على النبي، بسمعك بقعد اسمعك كذا شرحت دشت مخي، بلقى لك حلول. بتقول لي بلوس انجلوس، اقول لك زين، هل ممكن نصورها فيه كذا 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 كذا؟ ما يعادل فرانكفورت على سبيل المثال في المانيا مثلا، على سبيل المثال. ايش معنى فرانكفورت؟ لان هناك عندي معارف، عندي شغل، عندي كذا كذا. هل ممكن نصور هناك؟ اي ممكن. تعال نمشي انا وياك واحده الى اخره. ما تحمست، بقول لك انا اسف ما اقدر. الاكيد اني ما راح اتوهك معي، يعني ما راح اجيك اقول لك اي خلينا نشوف، عطني وارد عليك. ابو طلال، يمكن وصلنا حق على قولتهم نهايه الحلقه. سعيد جدا. لا جايك الحين. قبل هذا الحين في كم سؤال حلوين، بعدين يلا سريع. اي سريع تفضل. ماكو انسان مو عاطفي، ماكو انسان ما عنده مشاعر، لكن المستويات مالت من رجل لرجل في اخفاء مشاعره تتفاوت. في ناس تشوفها صلبه خشنه، بس لا تجيب انت تتمسح عنده، يرتخي، ما يقدر على بنته مثلا، يحبها وايد، زوجته، امه، عرفت؟ ما يقدر. يعني نفس يوم قالوا هذا المسلسل رشاش اللي حطوه، قالوا نقطة ضعف امه كانت يضعف قدام امه، يحبها، يخاف منها، وات ايفر. فانا هذا الجزء اللي انا بالنسبه لي دائما اشوفك عندك هذا الوجه اللي ما يعطي، هذا عاطفي، هذا عنده مشاعر، هذا لا، هذا جامد، عرفت؟ اي بتزوج بطلال؟ لا. حلو. بعد زدت الحين. شوف زدت عندي الشكوك. انت اولاد؟ لا للحين. فهمت علي؟ فيعني هذه اذا ما تبي تجاوب طلال عادي. لا عادي جدا. انت تشوف نفسك انسان، يعني موضوع المشاعر عندك هذا الايموشنز فعال حيل، لان انت كاتب طبعا. بس ما تبين شاعر. وليوم شاعر وليوم سيات واجد. تعاملت ويا عبد الكريم عبد القادر الله يرحمه، عبد الله رويشد عسى ربي يشافيه ويعافيه، نبيل الشعيل، بشار الشطي. تعاملت ويا مجموعه حلو. بس هذا الجزء وامسيات مهرجانات السعوديه، عمان، كذا كذا. بس في تعاملك اليومي انا نقطه ضعفي من ناحيه الانثى 2. عسى ربي يحفظ. لا انا ما اتكلم عن اصبر بس عشان جايك من الاخر. والله ما اتكلم عن عندي 2. الاولى عسى الله يطول باعمار كل الغالين ويرحم من توفى منهم امي. هذه مو نقطه ضعفي، هذه اللي والله لو اني وين اجيها ركض حاضر تمرين. والثاني عندي بنت اخوي، هذه اللي امارس معاها كل الطقوس. هذه سميت هذه. حفظهم يا رب. الله يخليك. هذه الله مو نقطه ضعف، هذه قبل يومين قبل اسجل انا وياكم اجتماع عز، حاط الغتره كذي من كثر، عرفت، مناقشات حاميه، روح تعال قاعد في المكتب ولا هي داشه من الباب. هديت هالرجاجي هالشوارب هاي كلها هديتها ورحت لها. ولما هذيك اللمه واقعد العب وياها انا نص ساعه. اللي الرجال اللي انا مجتمع وياه دش علي قال تبيني ازعل عليك، انت قاعد كذي قاعد تلعب ويا هالبزر. قلت والله هالبزر تسوى عندي شيء واجد، وخر عني والله ما اقدر عليه. انا هذول الاثنين نقطه ضعفي وخلاص وانتهينا. بندر طلال السعيد. نعم. الوالد طلال السعيد. نعم.
اللي كان عضو سابق في مجلس الأمة. نعم. شخصية مرموقة في الكويت وبالأخص في الجهرة. هذا الشخص تأثيره على شخصية بندر هو اللي شكلني أكيد. شكلني تشكيل يعني خلانا. شوف الدنيا ما هي سهلة. الدنيا بتعطيك لين تنثني وتقعد في البيت ولا تصطلب وتكمل. فعلا ما فيها روح تعال. ما هي سمح. رب العالمين يرزق لك ما يشاء، ولكن لن يرزقها لك بسهولة. تقعد قلت لك تعطيك لين يا انك تنثني يا انك تصطلب وتصير رجال وتكمل حياتك. ان كان في يوم من الايام، واسال الله اني اكون من هذول الناس اللي قدروا انهم يحققون كلمة حلوة، شيء حلو، ابتسامة حلوة للناس، فاكيد فضل ابوي يعني بعد له دور كبير طبعا في تشكيل شخصية بندر. طبعا انا ملاصق وياه من عمري 14 سنة، وهو ينزل انتخابات وانا وكيل الانتخاب، مو مفتاح، وكيل انتخابي. عمري 16-17 سنة وكيله. كم اخو عندك طلال؟ محمد وحمد. والخوات والخوات اختين اختين وولدين. اي ومحمد 5 انتم ما شاء الله. نعم. انت اي ترتيب؟ نمرة 2. زين حلو. يعني لا انت الاول صدق هذا اللي بالنص. لا الاكبر مني بنيه، لكن احس اني انا اخوها العود سكينه. مو هي اختي. الله يخليك. الله يطول بعمرك. الله يخليك. مسي عليها بالخير. شكرا جزيلا طلال حبيبي. الله يعطيك العافيه. استمتعت فيك وان شاء الله اللقاء الجاي متزوج باذن الله وعندك كتكوت الله كريم. الله كريم ان شاء الله. امين يا رب يا حبيبي. والى لقاء قريب ان شاء الله. يا حبيبي ابو طلال. شكرا لك وللجمهور. حبيبي.